السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. جايين النهارده نتكلم مع بعض عن التشكيل الأنسب للمباراة الأهلي أمام سان داونز، وكمان هنقول مع بعض الطريقة اللي كولر يبدأ بيها المباراة وينهي أيضا بيها المباراة. خلينا بس كده متفقين مع بعض إن المباراة دي هي الأهم للنادي الأهلي هذا الموسم، سواء في مشواره الأفريقي أو الأهم للأهلي الموسم ده. طب الأهلي لو لا قدر الله اتعادل بكرة أو خسر، هل موقفه هيكون وحش؟ هيكون وحش جدا في حالة الخسارة، لكن في حالة التعادل الدنيا هتبقى فيها لخبطه شويه، لان الاهلي هيلعب مع القرن وبعدين هيلعب مع الهلال، والهلال هيلعب مع سان داونز، وكمان القرن الكاميروني هيلعب مع سان داونز. فالدنيا هتبقى متلخبطه شويه ما بين ان الاهلي لازم يكسب وبعدين سان داونز لازم يخسر وبعدين الهلال لازم يتعادل. هيبقى فيه دوشه وهيبقى فيه لخبطه في المجموعه. فانا بقول الافضل من وجهه نظري الاهلي يفوز بكره على سان داونز ويسهل المهم عليه. غير كده ممكن نقول ان الاهلي خارج افريقيا هذا الموسم، لان البطوله بصراحه السنه دي قوية جدا، وخصوصا مجموعة النادي الأهلي مجموعة نار، وأنا بالنسبة لي اللي هي أقوى مجموعة حاليا في دوري الأبطال. طبعا احنا عارفين مباراة الأهلي أمام سان داونز في جنوب أفريقيا بتبقى عاملة إزاي، وخصوصا إن الأهلي بيلعب الساعة 3 العصر، التوقيت اللي محدش بيحب يتفرج فيه على النادي الأهلي، أو اللعيبة ما بتحبش تلعب في التوقيت ده. زائد كمان اللي هيكون في جماهير قوية جدا بكرة. تخيل كده ان اتحاد الجنوب افريقي وافق ان هو يفتح الاستاد لجماهير جنوب افريقيا بالمجان، اللي هو انت بس تلبس تيشيرت سان داونز هتخش على طول من غير ما تدفع ولا جنيه. وده طبعا حاجه صعبه جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي هيلعب في اجواء جماهيريه قويه جدا، بس ان شاء الله لعيبه الاهلي تكون قدها، والاهلي لعب قبل كده في مواقف صعبه جدا، وان شاء الله لعيبه الاهلي بكره تفاجئنا بالثلاث نقاط. طب يلا كده نقول مع بعض الطريقه الافضل لمباراه بكره، وهل الاهلي يلعب بطريقه 4-3-3 ولا طريقه 4-2-3-1؟ اقول لك ان الافضل الاهلي يبدا في البدايه بطريقه 4-3-3. واحد هيقول لي ازاي اسامه، ما الاهلي دايما بيلعب بطريقه 4-2-3-1؟ اقول لك ايام ما فايلر كان ماسك النادي الاهلي كان بيلعب ب 4-2-3-1 دايما في كل المباريات، لكن اجى عند مباراة سان داونز بالذات في جنوب افريقيا ولعب بطريقة 4-3-3، وقدر الاهلي اللي هو يعمل مباراة كبيرة، وقدر كمان اللي هو يتعادل مع سان داونز ويضمن الصعود الى مباراة نص النهائي لو تتذكروا في 2020. فانا اقول من وجهة نظر الاهلي بكره يبدا 4-3-3. بحراسة المرمى هيكون محمد الشناوي، رباعي خط الظهر محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول. في نص الملعب هيكون حمدي فتحي، مروان عطية، اليو ديانج، وثلاثي هجومي هيكون احمد عبد القادر ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر. ده طبعا التشكيل الافضل والتشكيل الانسب من وجهة نظر المباراة بكره. ده طبعا في البداية ان شاء الله لما الاهلي يقدر اللي هو يسجل هدف، طبعا الطريقة هتتحول ل5-4-1. ده من وجهة نظري، لازم الطريقة دي تتحول في حالة الاهلي هو اللي سجل بدري او سجل هدف وحيد. لازم الاهلي يحاول اللي هو يدافع عن الهدف ده، لان الهدف ده هو اللي هيديله الثلاث نقاط وهو اللي هيخليه يضمن الصعود لربع نهائي دوري الابطال. ملحوظه كده نسيت اقولها، ان حسين الشحات هيغيب عن مباراه الغد بسبب اللي هو تعرض لاصابه في الركبه، وكمان عنده اصابه في صابع ايده الايمن. طب ان شاء الله لو الاهلي بكره سجل هدف، يلعب ازاي بقى في الشوط الثاني او يكمل المباراه ازاي بعد ما يسجل الهدف ويكون طبعا 1-0 للاهلي؟ لازم الاهلي بكره يحول الطريقه من 4-3-3 الى 5-3-2 او 5-4-1. طبعا هينزل رامي ربيعه بديلا لا اما من احمد عبد القادر او طاهر او كهربا. طبعا انا بفضل احمد عبد القادر، لان احمد عبد القادر راجع من اصابه، وهو احمد عبد القادر ما بيقدرش اللي هو يكمل المباراه كامله، فلازم اللي هو يخرج احمد عبد القادر. ده في حال لو الاهلي كسبان 1-0 او المباراه فرق واحد للنادي الاهلي. غير كده لازم الاهلي يكمل ويلعب بهجوم قوي جدا في حال لو هو متعادل او لا قدر الله خسران بهدف، علشان يقدر اللي هو يعوض ويقدر اللي هو يسجل اهداف. تعالوا بقى مع بعض كده نتوقع نتيجه المباراه. ان شاء الله الاهلي يقدر اللي هو يفوز على سان داونز بكره ويحقق 3 نقاط. طبعا هيكون 3 نقاط غاليين، وانتوا كمان اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات. وبس كده وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتقابل بكره ان شاء الله بعد المباراه. اشوفكم على خير، مع السلامه.